لسه صاحي من النوم وعايز اعمل فلوج يوم كامل عن المذاكرة والجيم، فلو جه طلع كويس هنزله، لو طلع وحش مش منزله وما الى ذلك. حلو ايه. لسه صاحي من النوم وعايز اعمل فلوج يوم كامل عن المذاكرة والجيم، فلو جه طلع كويس هنزله، لو طلع وحش مش منزله وما الى ذلك. النهارده يوم عادي مفيهوش كلية، ولكن بسم الله ما شاء الله عليا محتوى ومتراكم قد بلد تقريبا. ودي كل الحاجات اللي عليا النهارده، وعايز احاول اخلص اكبر جزء منهم او جزء كبير منهم قبل ما اروح الجيم اللي هو هيبقى الساعة 11. في مشكلتين، اول حاجة في محاضرة الحشرات ديت، او مش محاضرات الحشرات والأراضي، لأنه أول واحدة فيهم 50 صفحة، كل واحدة فيهم عايزة يوم أصلا، فهنلجأ لطريقة إيه نجزأها حرفيا على مدار اليوم، وهما تقريبا 8 حاجات. لما نشوف هنجزأها بقى هتطلع كام حاجة، تطلع زي 15 16 حاجة ولا كده. قسمت المادتين وطلع عليا تقريبا 14 تاسك المفروض أخلصهم كلهم على بعض. والسبب إن أنت تقسم المادتين كده على بعض لما يبقى فيه مادتين واخدين كمية كبيرة، وأي مادة عامة، إن أنت لما بتذاكر المادة دي كلها على بعضها مرة واحدة، ده بيعمل لك حاجة زي عصر ذهني كده، وبيخليك مش مركز أوي، ممكن تقف على المعلومة نفسها وقت طويل جدا وتعدش عليها، بسبب إن أنت عارف إن جاي على المعلومة ديت كمية حاجات كتيرة جدا لسه محتاجة منك وقت، فدماغك مش هتعرف تركز أوي. فأفضل حاجة إن أنت إما تقسمها على مراحل مختلفة في مدار اليوم، أو على أيام مختلفة عامة. فكده قسمناها وأوريكم التقسيمة. شيت، منظرها يخوف الصراحة، بس ماشي. هنبدأ بقى نعمل مؤقت لحد ما يجي ميعاد الجيم، وبعد كده ننزل الجيم ونشوف نكمل بعدين. جبت صيدلات نروح نصور، وعملت مدعكه كده قبل الجيم لان تمرينة الصبح وانا دايخ وبتاع، فانا بشربش الحاجات دي، بس انا عملتها يا رب اعرف اشربها اصلا. ربنا يستر. مم. طعمه زفت، 1 من 10، مش هقول المكونات حتى، بس هو مفيد يعني. تستحملوها ازاي يا جدعان؟ اعوذ بالله. لا انا عايز كرسي. حاسس ان انا حاطط بتاع اللي انا عملته ده، بس ماشي. يلا بقى نروح الجيم ونبدا تمرين بول اللي عندنا النهارده. طبعا انا ضد فكره ان انت تخش تلعب مجموعه اول حاجه تسخين بنص وزنك الفعال، وتعتبر ده لوحده تسخين. الكلام ده انا شايف ان هو ايه، هو صح. يمكن في ناس زي مثلا تحتاج ان هي تسخن مفصلها كويس وما عملتش كده مفصلها بتوجعها. ده مش عيب ان انت تسخن مفاصلك على استك او اي بند عقله. لو انت بتحب تلعب ضغط مثلا قبل التمرين مفيش مشكله، ولكن برضه لما تيجي تخش قبل ما تخش مجموعتك الفعاله لازم تلعب مجموعه في نص وزنك الفعال عشان تشغل، تبقى ضمنت ان انت شغلت كل عضلات المساعده. وده برضه ان انت ما يمنعش ان انت تشغل مفاصلك كلها. طبعا احنا عارفين ان المفاصل فيها سائل زلالي وما الى ذلك. انت تخش تصدمها اول مجموعه ب 20 كيلو، هي بالنسبه لك نص وزنك الاساسي، ولكن هي لسه 20 كيلو يعني، ده ما قلش من قيمتها حاجه. فما توقعش ان انت لو حابب تعمل كده، لو انت شايف ان ده ممكن ما يأذيكش، لكن انا الصراحه شايف ان الافضل ان اسخن مفاصلي هنا كويس قبل اي تمرينه بوش او بول. بعد كده اخش بقى ايه التمرينه بتاعتي. ايه يا اسطى الصبح؟ المره اللي فاتت بدات بالتين، النهارده عايز ابدا باللات. انا بنوع، مره ببدا كده مره ببدا كده، لان الظهر كله نقطه ضعف عامه، فمش ببدا بحاجه معينه. بسم الله. هو التسخين ايه، نص الوزن الفعال، ما حدش يزعل. يمكن زي ما قلت لك يبقى في تسخين المفاصل حاجه جامده. انا بحب الدراسه، الجيم فاضي. اتمنى كلكم تذاكروا وتجتهدوا يا جماعه. حلو كده، مش لازم توصل للفشل العضلي فيها، مجرد 5 6 7 عدات يكون كويس قوي. المهم ربنا يستر، ربنا يستر علينا. حمد.
4 ولا كام؟ يا رب يطلعوا 4 فعلا. لو 4 فاحنا في السليم، اقل من 4 فاحنا في الضياع. فيها واحدة. حلوين. تمام. لو بتسأل الماسكة المتوسطة أحسن ليه؟ فالماسكة المتوسطة أحسن للات السفلية، واتعملت كذا دراسة عن الموضوع ده، كانت الماسكة المتوسطة واسعة قوي وصغيرة، فلو المتوسطة والوسط بينهم هي أحسن حاجة اللات السفلية عامة. يلا بينا. بس عارفين طلعت طاقتي كلها في المنشأ. 80 كويسة إنها مجموعة واحدة، وتوكلنا على الله. يعني 5 كده مش هتزعل. يا نهار أبيض زعلت. يا ابوي. نلعب نوتش شيت كده، شيت كده اسمها ايه؟ نفس المكان وبنفس الزاويه. ما بيطلعش يعني كده، غميل شويه. ربنا يستر. جاب 19 ونص دقيقة. طبعا هو اسمه شيت كيل عشان ما حدش يقول لي اتحرك ظهرك ليه، عشان عارف صحابي ربنا يهديهم. ايه اللقطه دي الهنداوي عشان ما يزعلش قبل ما نعمل وضعيات. يا ابن الحلال انا حاليا باكل الاخضر واليابس، فالبطن مش موجوده. انت ما تقوليش اهتم ببطنك، انا بلعب بطن بس هو ما فيش عضلات بطن. احنا في فتره فيش فيها عضلات بطن. تمام يا معلم. اتمنى الرساله تكون وصلت. طبعا الاخ في ليبيا فصعب نشرح له وجهات نظر. طبعا بتاع الرئيس الساعة دلوقتي 2 تقريبا، وانا تقريبا خلصت كل الحاجات اللي اعملها ما عدا حاجة من الحاجات اللي كنت اقسمها، اللي هي المادة الطويلة ديت. تقريبا كنت مقسمها على 5 أو 6، كنت مقسمها على 8 حاجات، خدت منهم 4، يعني قول فاضل النص
كده كده انا معايا بكره عامه، بكره جمعه لان الفيديو ده بيتسجل خميس 10 اكتوبر. ولكن انا ما رضيتش اقنع نفسي ان انا لسه معايا الجمعه، لان انا لو اقنعت نفسي ان انا معايا الجمعه وان انا عندي وقت ما كنتش خلصت الحاجات اللي انا خلصتها دي. انا خلصت تقريبا 11 حاجه من الحاجات اللي انا حاططها، تقريبا خلصت 7 محاضرات وسيكشن، وفاضل محاضره طويله شويه ومحاضره كمان طويله شويه، بس واحده كيمياء واحده حشرات ان شاء الله. وكده يعتبر عملت كل الحاجات اللي عليا. والموضوع ممكن اقدر اجي على نفسي واكمل شويه الفجر، ولكن لما كنت بعمل كده ايام زمان كان بيحصل لي بيرن اوت، وكنت ببقى مش قادر خلاص وبنام، وبقعد بعدها يومين ما ذاكرش، اقعد اقول كفايه اللي انا عملته امبارح. فبدل ما اعمل كده وتلاشى كده، خلينا نجزاها ايه على بكره. وفي نفس الوقت مش عايز اخلط بينها وبين الاهمال اللي هو انا هعملها بكره واصحى بكره ما اعملهاش، لا عايز فعلا اعملها. والمناسبه التمرين النهارده كانت طرش، فالموضوع يستاهل ان انا انام صح، لان انا مش قادر حرفيا. التمرينه كانت جامده. ف we need to sleep man. و thanks for what we did today.